علشان تعملي كرواسون في البيت ويطلع معاكي نتيجته هايله واجمل بكتير من اللي انت بتجيبيه من بره. تابعي الفيديو معايا للنهايه وهتعرفي كل حاجه عن الكرواسون البيتي. طبعا ما فيش بينه وبين اللي احنا بنجيبه من بره اي وجه مقارنه. اللي في البيت طبعا يكسب. طعمه ألذ وجميل جدا وطبعا صحي عن اللي احنا بنجيبه من بره. انا النهارده عملته بافضل وباسهل طريقه، علشان لو لسه مبتدئه او بتعملي كرواسون لاول مره هتقدري تعمليه وتطلعي منه نتيجه هايله جدا. تابعي الفيديو معايا للنهايه وهتعرفي كل حاجه عن اسرار الكرواسون. لو عجبك الفيديو لايك وشير سبسكرايب. تابعيني على قناة هندي سليم. يلا بينا نبدأ الفيديو ونحضر المقادير بتاعتنا علشان نعمل اجمل كرواسون بيتي. يلا بينا. هنا معايا نص كيلو من الدقيق، هنخله كويس جدا منعا يعني لاي شوائب فيه. هنا الدقيق معايا المتخصص في المعجنات. معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر كمحسن كده علشان الكرواسون يبقى معايا ايه منفوش مش مكتوم. نخلنا البيكنج باودر على الدقيق وبعدين هاخده كده على جنب. اجيب البولة فيها معلقه كبيره من الخميره، معلقه كبيره من السكر، معايا ذره من الملح، معايا كوبايه كبيره من اللبن. في الوصفه دي ما يستحبش ان انتي تحطي ملح كتير، وممكن كمان ان احنا ما نستخدمش ملح خالص. معايا بيضايه، معايا هنا ربع كوبايه من الزيت، ومعايا هنا معلقه من الخل. الخل هنا برضو في الوصفة كمحسن زيه زي البيكنج باودر كمان. الخل بيدي للمعجنات هشاشة، بيخليها خفيفة جدا مش مكتومة. ابدأ بقى ان انا ايه احط الدقيق كده. قلبت كويس الخليط اللي انا عاملاه وبعدين ضفت عليه الدقيق. الدقيق بقى كده ايه هاخده بالمعلقة اقلبه شوية كده لحد ايه ما يتماسك معايا. هبدأ احط الدقيق بتاعي بالتدريج، هقلب كده وبعدين هشتغل بايدي عادي. هفضل احط الدقيق بالتدريج لحد ما اخد القوام المناسب منه قبل ما اعجن بايدي. هفضل بقى ايه اعجن في العجينه كده كتير والت فيها، علشان ايه لازم ان هي ايه تطلع مرتاحه معايا على الاخر، علشان التوريقه بتاعتها تبقى ممتازه. هاخد بقى كده ايه العجين من البوله، عشان البوله ضيقه ايه مش عارفه ان انا ايه اخد راحتي فيها في العجين. تحطيها كده على سطح او على الرخامه او اي حاجه عندك كده وتبداي ان انتي تعجني فيها براحتك. هنا بتاخد معايا ربع ساعه عجن بالظبط. كل ما اعجن في العجينه اكتر كل ما تديني نتيجه احسن. هنا انا خلصت كده عجن فيها. بعدين اجيب بقى البوله وهلم العجينه كده معايا، والبوله ادهنها بزيت واحط العجينه فيها وبعدين اغطيها اسيبها كده في مكان دافي حوالي من نص ساعه لساعه حسب حراره الجو عندك. بعد ما خمرت معايا وحجمها اتضاعف اجيبها بالشكل ده وبعدين اطلعها من البوله اهي بالشكل ده، وابدا ان انا ايه احطها كده. حطيتها كده على الرخامه وابتديت ان انا ايه اقسمها كده علشان ابدا ان انا اشتغل فيها. قسمتها كده لاربع اجزاء، هكورها برضو وبعدين اسيبهم علشان يرتاحوا شويه. هلمهم واكورهم بالشكل ده، اسيبهم كمان كده حوالي 10 دقايق علشان يرتاحوا قبل ما اشتغل فيهم، علشان يسهلوا معايا عمليه الفرد. هغطيهم بقى كده واسيبهم يرتاحوا شويه، وبعدين اجيب كده رشه من الدقيق خفيفه واجيب كل جزء وافرده كده اهو. هفرده كده وبعدين اجيب المردنه وابدا ان انا ايه افرد فيهم بالشكل ده. هتبداي ان انت ايه تاخدي على شكل مربع وتفردي. لو حابه ان انت تفرديها كلها على شكل دايره مش مشكله، مفيش اي مانع.
هنا معايا بقى 100 جرام من الزبدة، هجيبها اقسمها كده على 4، واجيب اول كورة فردتها معايا اجيبها ادهنها كده بالزبدة معايا. الزبدة بقى هنا علشان هتورق معايا الكرواسون. انا فردت كده بايدي علشان تسهل معايا الفرد، اسهل من انك تفردي بالفرشة. جبت كده الطبقة التانية فردتها وحطيتها كده على الطبقة الاولى، وبرضو دهنتها بالزبدة. هفضل احط طبقات وادهن زبدة لحد ما اخر طبقة اللي هي الرابعة دي بقى فوق الوش خالص، مش هدهنها علشان زي ما قلنا كده اخر طبقة فوق الوش مش هدهنها زبدة، علشان دي اللي انا هفرد عليها. وزعت عليها كمية الزبدة كده كويس، وبعدين اخر طبقة اهي هسيبها بقى كده لحد ما تريح معايا. هبدأ ان انا اغطيها بكيس واحطها كده في طبق او على البلانشة وادخلها التلاجة حوالي نص ساعة علشان ترتاح معايا. ممكن لو انتي مستعجلة وعايزاها تخمر بسرعة حطيها في الفريزر علشان الزبدة تبدأ تتجمد فيها وتشتغلي فيها على طول وتقدري انتي تتحكمي فيها. هنا انا حطيتها في التلاجة حوالي نص ساعة لحد الزبدة كده ما اتمسكت معايا شوية، وبعدين ابدأ ان انا افرد العجينة معايا. كل ما تفردي بقى كويس كل العجينة ما تشرب الزبدة، علشان هتكون هي العامل الاساسي في توريق الكرواسون. هبدأ ان انا اقسم العجينة علشان اقدر اتحكم فيها كويس. قسمتها كده 2 واخد كل جزء وافرده. هنا بقى ما تخليش العجينة لا سميكة قوي ولا رقيقة قوي. فردت كده العجينة معايا اول جزء، وبعدين اجيب كده بالسكينة واسويها كويس. هنا بقى يفضل في الخطوة دي يفضل انت يكون عندك مسطرة كده عشان تقدري تتحكمي تقيسي كويس وتقدري تتحكمي في العجينة وهي بتتقطع معاكي، علشان القطاعة ما تحوتش منك. انا هنا ما كانش عندي مسطرة فاتصرفت برضو عادي جدا. هنا جبت قطعة البيتزا وفضلت اقطع بيها كده اهو. هي يعني حودت مني شوية بس جت سليمة. قطعناها كده مثلثات كبيرة بالشكل ده، اجي على الطرف كده واقطعها حته صغيره. دي بقى لما بتيجي تلفي بتسهل معاكي. جبنا بقى الشوكولاته كده وحشيناها بيها ولفينا، ولما تيجي تلفي تشدي كده المثلث من اخره علشان تورق معاكي كويس. تقفليها بقى وتجيبي الحته اللي انت قفلتي بيها من الاخر تسيبيها تحت علشان ما تفكش منك في السوا. هتحشيها بقى شوكولاته، هتحشيها نوتيلا او جبنه، اي حاجه انت عايزاها، او ممكن تعمليها فاضيه مفيش اي مشكله. لفينا بقى الكميه بتاعتنا ودهنا الصينيه كده زبده وفردتها عليها، وتراعي المسافات تسيبي مسافات علشان لما يخمر هيزيد وحجمه هيتضاعف وهيلزق في بعضه. وبعدين سيبته كده حوالي نص ساعه على بال ما يختمر ويرتاح تاني. وبعد كده جبته زاد حجمه كده بالشكل ده، وبعدين جبت بيضه الصفار بتاعها بس مع معلقتين لبن وقلبتهم كويس، وبعدين دهنت الوش وفتحت الفرن من تحت على درجة حرارة 180. وبعدين بعد ما خد لون من تحت فتحت الشواية من فوق واخد لون واستوى بقى بالشكل ده. جميل جدا يا جماعة، جربوه بالطريقة اللي انا عملتها دي. ولو حابة بقى تديله لمعة من فوق هتجيبي كده معلقة من الزبدة السايحة تاخديه بالفرشة وتدهني الكرواسون من فوق، وبعدين كده هتحطيه في طبق واغطيه بكيس وفوقيه الفوطة واسيبه 10 دقايق بالشكل ده. هتضمني ان هو يفضل طري معاكي طول الوقت. دي النتيجة طلعت في الاخر مورق جدا، هش جدا من جوه، جميل جدا. الشوكولاتة كانت سايحة فيه وجميلة، طعمه تحفة فعلا يا جماعة. لو حابة بقى ان انتي تعملي كمية كبيرة وعايزة تفرزيها هتجيبيه وتستني عليه لما يبرد خالص، وبعدين تجيبي اكياس تلاجة وتحطيه في الاكياس وتحطيه في الفريزر. هيفضل معاكي وقت طويل، او ممكن تحطيه في علب تلاجة هيفضل معاكي وقت طويل. ممكن تفطري بيه، هتطلعيه قبلها بفترة تسيبيه يفك، وبعد كده هتاكلي بيه عادي جدا، مش بيحصل له اي حاجة لما بيتحط في الفريزر وقت طويل. وده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبك ما تنسيش اللايك
واعملي كومنت قولي لي رأيك في الوصفة. شاركوني يا جماعة برأيكم، دعمكم يهمني جدا علشان يرفع من القناة. لو عجبتكم الوصفة قولي في التعليقات. مع السلامة.